هو ليه لما نيجي نعمل اي فيليه مشوي شيش بنحط معاه الخضار والتشكيله الكامله دي كده؟ يعني فلفل الالوان، بصل، طماطم، جزر، كوسه، زي ما حضراتكم شايفين اهو، مكعب البصل، ثم الفلفل الالوان الاصفر والاخضر والاحمر، ثم الاخضر، ثم الطماطم، ثم مثلا الجزر، ثم الكوسه. بعد كده بنتبله ونحطه في التلاجة لمده نص ساعه، ونطلعه وناخده على الشوايه. شايفين التنسيق في السيخ عامل ازاي؟ وهنا بقى على الشوايه يطلع في منتهى الروعه. حط شبكه الاول تحت، وبعد كده تحط بقى الشباك اللي عليه او اللي فيه الايه، الفيليه. حطيت شويه صوص، زبده، ليمون، زيت زيتون، يعني يخلي الفيليه ميزز معايا كده وطعم ويطلع طري. نقلبه شمال ويمين يدخن، بيطلع في الحلاوه والجمال اللي هتشوفوه دلوقتي. يلا نذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لحضراتكم التتبيله وكل حاجه دلوقتي، بس لازم نشوف المشهد كامل متكامل. ده فيليه بولت يا جماعه، بس حجمه كبير شويه اهو. تخيل بقى، هات رغيف رده او رغيف عيش شامي او اي عيش بلدي، واسحب لي السخين من دولت كده على الرغيف، وحط معاهم شويه سلطه، شويه طحينه، قرن شطه، وكل السندوتش ده مع الخضار وادعي لي. يبقى احنا بنحط الخضار المشكل ده ليه؟ عشان نخلي القيمه الغذائيه عاليه ومتكامله. فايده الخضار ده يا جماعه ما اقولكمش عليها، فايدتها فوق الوصف. مع اي فليه بنحبه تطلع الوجبه متكامله جدا. بألف هنا وشفا لحضراتكم. عايز اقول بقى الناس اللي عايزه التتبيله وانهي نوع سمك نفضله، تعالوا اقول لكم ايه الحكايه. هو عامه الفيليه ممكن يتعمل هنا زي ما قلت لحضراتكم كده على الشوايه او على الفحم، يعني شويه فحم صغيره عند حضراتكم، تحطوه كده وتشووه على الفحم، بيبقى حلو قوي. التتبيله بهارات سمك، كمون، كزبره، شويه فلفل اسمر، شويه شطه ماشي، الليمون والمستردة، وتعملوا شويه صوص حلوين كده في الخلاط، تمام، مع شويه ملح مظبوطين. عايزين تحطوا مثلا شويه خضره مفيش اي مشكله، مثلا الفلفل الاخضر، فلفل الوان، اي حاجه مع التتبيله بتبقى حلوه قوي. تبلوا الفيليه تتبيله كويسه، رصوه هنا واعملوه على الفحم او في شباك. ممكن تعملوه بقى على طاسه البوتاجاز، بيبقى زي الفل. برضه على الجريلا، عملناها قبل كده على الجريلا، خلي بالكم الفيديو موجود. وطبعا بنختار الفيليه الحلو، اي سمكه حلوه. اهم حاجه عندي السمكه تكون كبيره شويه، تطلع فيليه يعني، وتكون طازه. بلطي، قاروص، قشر بياض، ناجل، اللي موجود عند حضراتكم هيتعمل زي الفل ان شاء الله. تابعونا واشتركوا في القناه وعملوا لنا متابعه، وان شاء الله هننزل لكم كل الطرق باذن الله. نروح بقى نشوف شكله بعد ما طلع كده والخضار اهو. يا سلام. ندوق بقى الشيف رجب كده، وندوق برضه الشيف رمزي، ونشوف لغة الوجه هتقول ايه. الله، ايوه هو ده المطلوب بقى. انا احب اشوف الابتسامة على وشوش اللي يدوق، سواء كان زميل او زبون. تعالى يا رمزي بقى قول لنا كده رأيك. ايوه، الله زي الفل. استنونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. لكم مني التحية، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.